السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدم. وبحب في الأول أشكر الناس اللي سألت عليا، والحمد لله أنا اتحسنت كتير الحمد لله. هنعمل الدونتس. طبعا ده أنا كنت عاملاه يوم عيد ميلاد بنتي، بس لما نزلت الفيديو الاول بتاع التورته بس، والحمد لله تعبت شويه وخدت دور كده ولسه باخد العلاج والحمد لله على كل حال. ما نزلتلكمش الفيديو ده. بصوا انا حطيت كيس خميره فوريه، حطيت عليها معلقتين سكر، وحطيت عليها كوبايه حليب دافيه، وجلبت الخميرة مع الحليب والسكر لحد ما دابت. من نجاح الدونتس برضو ان انتي اختبري الخميرة الاول، يعني اعمل الخميرة وخليها على جنب وشوفيها نجحت معاكي وطلعت كويسة تمام كمل بيها. انا حطيت هنا مجين دقيق 2 كوبايتين دقيق، ما عملتش كتير يعني هو ما شاء الله بيقطع كمية كبيرة، فانا عملت 2 دقيق. حطيت عليهم ذرة ملح، حاجة صغيرة خالص يعني ملح، وهحط عليهم بيضة، وحطيت عليهم 60 جرام او اقول لكم يعني بالظبط معلقتين كبار زبدة بس تكون بدرجة حرارة الغرفة. وحطيت كمان نص كيس باكنج باودر، يبقى كوبايتين دقيق عليهم بيضة واحدة، معلقتين كبار زبدة او 60 جرام زبدة، عليهم ذرة ملح، حطيت اهو معلقة خل صغيرة. انا دايما اي حاجة في المعجنات ويكون فيها بيض بالذات بحب احط لها حبة خل، حبة صغيرة كده، معلقة صغيرة كده. هحط نص الكيس اهو، بصوا يعني معلقة مش نص الكيس يعني معلقة كده اهو صغيرة باكنج باودر. وانا بصوا يعني حاولت ان انا ادخل الزبدة، والزبدة كانت مش متجمدة يعني مش من التلاجة، كانت بدرجة حرارة الغرفة فعملت معايا. بص الخميرة كده طلعت كانت ما شاء الله مختمرة قوي. حطيت عليها على الدقيق الخميرة والسكر. بصوا بقى يا جماعة الدنس ده برضو لازم عايز ان انت تعجني فيه شوية يعني 10 دقايق كده او لو انت عندك عجان استخدميه هيبقى حلو خالص معاكي. شغل العجين كده 10 دقايق هتلاقي العجينة كلها لمت معاكي وزي الفل. طيب لو العجينة ما لمتش معاكي بعد 10 دقايق عجين لما لزجة قوي حطي لها حبة دقيق لحد ما تظبط معاكي. بس انا فضلت اعجن فيه الم فيها كده 10 دقايق، يعني هي متعبة شوية في العجن بتاعها لحد ما وصلت بقيت كده اهو شايفين اهو. وغطيتها وسبتها في مكان دافي وهي اختمرت، بس انا كنت فشيت الخمر بتاعها قبل ما اصور، او كنت مفكرة ان بنتي بتصورني بس يعني ما جابش اللقطة ديتي، لكن هي كانت ما شاء الله الخميرة العجينة اختمرت وكانت طلعت لفوق عليت خالص. بصوا بقى انا والله ما كانش عندي ورق زبدة، حتى التورته عملتها ما كنتش لو تاخدوا بالكم ما كنتش حاطه ورق زبدة. فايه الحل؟ لقيت عند ولادي الورق الفلوسكاب، ده ورق فلوسكاب يعني ومش مكتوب فيه، قطعته كده صغير. بس انا يعني خفت احسن تلزق الدونتس في الورق، فالصراحه دهنت الورق كده بمسح الزيت. عايزه اقول لكم بصوا انا جبت الغطا ده غطا برطمان، عارفين
السمنة بتاعت الشمس الذهبية، الغطا ده بتاعها. بصوا انا جربتها بالوردة كان شكلها جميل، بس الصراحة انا دي يعني لميتها تاني وعجنتها لان هي برضو مش شكل الدونت. اهو بصوا انا بقطع كده بصوا انتوا ممكن كمان كوباية الغطا بتاع برطمان البسبوسة، علبة البسبوسة. بصوا بقى جبت دياتي اللي هي بتاعت الكريم شانتيه يا جماعة، الكيس بتاع الكريم شانتيه بيبقى فيه حاجات اهي. ادي الورق الفلوسكاوي اللي قلت لكم عليه، دهنته بس بمسح الزيت، انا خفت احسن تلزج معايا يعني في الدونتس. بس اهو بصوا خرمت عملتها بمسحة اقصد بالبتاعة ديتي بتاعت الكيس بتاع الكريم شانتيه. طيب ممكن كمان الدايرة الصغيرة دي لو انت ما عندكيش تحت الكريم شانتيه، ممكن عارفة غطا ازازة بتاع السيفين، غطا ازازة بتاع السيفين بتاع البيبسي، تحت حتى مية معدنية، اي غطا عندك من اللي هي اللتر دي البلاستيك او الحاجات دي، ممكن تعملي بيها الدايرة كده برضو اللي في النص. يعني انا ما عنديش قطعة الدونتس ودايما بعملها كده بالغطا ده، بالغطا بتاع علبة البرطمان بتاع علبة البسبوسة. تمام. و اعمل الدايرة الصغيرة دي اللي فيه زي ما قلت لكم، يا بتاعت الكريم شانتيه دياتي او بغطا جزازة عندي. بصوا يعني احنا الستات ما يعني الحمد لله ما بنغلبش وبنتصرف. بص بقى يعني عشان الاولانيه لما ما ضغطتش قوي فطلعت حتى مش مظبطه، لكن بصي اضغطي كده جامد هتبقى معاكي خلاص، هتبقى يعني بصي شايفه الحدود بتاعت الدونتس كلها مقطعه معايا. حتى لو انا بصيت لقيتها مثلا مش سالكه حته قطعه الدونتس انا عاملاها، برجع تاني بصي اهو برجع بالغطا ادوس عليها تاني، دي بتقطعها مظبوط كمان. بس اهو بصوا جبت برضو بتاعت الكيس بتاع الكريم شانتيه، وهو ايه هخرمها من النص. وزي ما قلت لكم ورق الفلوسكاب اهو اللي كان جنبية العيال اما يدهنولي بحبة زيت، بس الورقة ديتي كان كب فيها زيت كتير، ابن الصغير كان قاعد جنبية. يعني اليوم ده اللي عملت فيه التورتة والدونتس يعني ربنا يعلم بيا انا كنت عاملة ازاي، كنت تعبانة جدا، بس برضو قلت يعني هي ملهاش ذنب وهي كانت فرحانة وانا بحب اعمل لهم عيد الميلاد، بس يعني مش بعزم في حد، وبعمله كده يقتصر على انه يعني ولادي وجوزي وانا والحمد لله على كده. طبعا كل واحد عنده ظروف وعنده امور كده في حياته، في عادي انت ممكن تعزم الاهل مش عارفه ايه، كل واحد يعني هو ظروفه. انا بص عملتها قطعتهم كلهم وحطيتهم تاني يختمروا، يعني الدونتس بيختمر مرتين، مره في العجينه ومره بعد ما تقطعيه. شايفين ما شاء الله اختمر ازاي، ما عدا الكام واحده دول همات اللي هم كانوا اول تقطيعه. اهو بصوا جبت الزيت وهسخنه. بص بقى انا جبت الزيت سخنته، واول ما سخن رحت مطيه عليه البوتاجاز. الحله دي انا كنت بعمل لهم اليوم ده مكرونه وبانيه كده حاجه سريعه. بس هحمر من الجنب ده ومن الجنب التاني، بقول لكم شايفين الخضر بتاعه والورق ولا لزج ولا اي حاجه وعملت لها اللي هي ان هي كانت جايله لي يا ماما اعملي لي مع التورته دونتس، قلت لها حاضر. واحده يعني جت على التانية كده. برضو عايزه اقول لك ان الدونتس عشان بيختمر حاولي ان انت مثلا ايه ما تلزجيش الورق جنب بعضيه،
علشان لما يختمر مش على التانية. بصوا اهي جلبتها. انا دي اول طاسة. ممكن بعد كده انت عايزة تبقى لونه فاتح عن كده شوية، خلاص اقلبيه يعني اسرع من كده شوية. بوريكم شايفة، بس انا لقيتها مش هشيل يعني، كنت عايزة احطها في المكان الفاضي. انا حمرتهم كلهم. دي شوكولاتة سما. انا بصوا بقى شوكولاتة سما سيحتها بلبن، حطيت شوية لبن كده اهو، وحطيت مكعب زبدة. تمام. بس انا هنا عملتهم، حسيت ان الشوكولاتة يعني خفيفة شوية، فروحت جبت يعني كمان معلقة كبيرة من الشوكولاتة، واهو بصوا تجلت الشوكولاتة ورحت عدت عليهم تاني. انا عايزاهم يبقوا مليانين شوكولاتة. اهو بصي كلهم بقى نزلتهم بشوكولاتة. انا ما كانش عندي شوكولاتة بيضة الا قطعة صغيرة خالص، برضو سيحتها في بخار حمام ماء كده مية مغلية من الكتل، وسيحتها. كان شوكولاتة بيضة سما، كان هو مكعب واحد عندي بس. وعملت بيه كده كتزيين يعني، في التزيين بتاع الدونتس. اهو بصوا انا والله ما فاكره عملوا كام قطعه يعني. أنا زي ما قلت لكم انا كنت اليوم ده تعبانه جدا ومش فايقه خالص، فما مش عارفه يعني ايه كام قطعه. ما اخدتش بالي ان انا اعدهم او اقول لكم عشان اقول لكم كام قطعه. انا هنا كنت اما اقول لهم حد يجيب لي طبق تاني او اي صينيه او حاجه بس. اهو بصوا ده مكعب الشوكولاته اللي انا قلت لكم عليه السما الابيض. بصوا بقى يا جماعه، انا هنا جبت كيس تلاجة عادي، وحطيت فيه الشوكولاته السما البيضه دي اللي سيحتها، ورحت ايه فتحته من فتحه صغنطوطه كده اهو من على الجنب وخلاص، وبقيت ازين بيه. بصوا كمان انا كان مش يعني الدونس ما كانش بارد تماما. انا كنت عايزه اخلص وكنت تعبانه جدا وفي نفس الوقت كنت حاسه لو انا نمت دخلت نمت مش هقدر اقوم اكمل اي حاجه. ففضلت واقفه كده. بصوا يعني بقاوم مع نفسي التعب واقفه لحد ما خلصت. فاضطريت ان انا بقى ايه، لا مش قادره استنى لما يهدى شويه، لا رحت زينت بقى على طول. وبس جبت فرماسيلا. انا الفرماسيلا ديتي كانت عندي حتى زينت بيها التورته عندي من الدواير الرفيعه دي صغنطوطه خالص، وعندي كمان من الكبيره ديتي. انا عايزه اقول لكم انا ما اكلتش منه، بس هم بيقولوا لي كان طعمه حلو. انا كنت تعبانه ومش حاسه حتى بالدنيا وهي قالت لي يا ماما لازم تاكلي، قلت لها لا انا مش قادره. حتى التورته اول يوم الصراحه اول يوم ما اكلتش منه، تاني يوم قلت لها زي بعضه انا هاكل بس بكره ان شاء الله. انا عايزه تعبانه مش قادره اكل حاجه. تعرفين الواحد لما بيبقى تعبان لا بيبقى ليه نفسي ياكل ولا يشرب ولا بيبقى كده. وخصوصا انا شويه يعني ما عنديش قوه تحمل، يعني اتعب على طول استسلم ادخل انام على طول. بس فانا كده تمام يعني. بزين لهم الدونتس. تعرفين هم يحبوا الحاجات دياتي ويحبوا التزيينات. وخليت برضو كام واحدة سادة، وعملت كام واحدة
بالفرماسيلا الصغيرة وبالفرماسيلا الكبيرة، بس شايفين انا حاسة الفرماسيلا الكبيرة ديتي الوانها احلى. وعملت كمان وسبت كام واحدة شوكولاتة بس وعملت له. بصوا بقى ده النهاردة ده عيد الميلاد زي ما انا كنت بوريتكم التورتة. والله التورتة كانت حلوة جدا. انا اكلت من تاني يوم كده معلقة من الجنب ده ومعلقة من عشان ما زعلهاش يعني. اهو بصوا انا بفتح لكم الدونتس بوريكم، لان انا كنت نسيت افتحه معاكم وانا بزين الفيديو او قبل ما زين قبل ما بزين الدونتس او قبل ما زين كمان نسيت افتح معاكم واحده اوريها لكم من جوه. بس الحمد لله يعني ان انا تذكرت ان انا فتحت دي وريتها لكم. انا كنت اما هم عايزين يقطعوا التورته كانوا هنا بيقولوا لي لا احنا عايزين نقطع التورته نظام مثلثات. قلت لهم لا احنا هنقطعها مربعات كده اهو، وانتوا براحتكم يعني كل واحد ياخد اللي هو عايزه. هم الصراحه والله انا قطعتها لهم كلها يعني الشوكولاته والفانيليا سبتها وقلت لهم كل واحد يحط لنفسه القطعه اللي تعجبه ويحط منها لنفسه. انا كمان يعني التورته كانت رهيبه. انا قطعت الحته دي بس ما اكلتهاش. كانت هي واقفه بتصورني واديتها لها اكلتها. ما كنتش قادره اكل حاجه خالص اليوم ده الحمد لله يعني. اهو كمان بقطع لكم حته من اللي هي الفانيليا عشان اوريها لكم يعني. بس والله الحمد لله يعني رغم ان انا كنت تعبانه بس الحاجه كانت طالعه حلوه ما شاء الله يعني. هي جدعه وغلبانه والله، ربنا يكرمها يا رب وينجحها. اهو بصوا ده بقى كان يوم السبت اللي هو امبارح يعني. انا كنت برضو بعمل اكل وصورته بس يا جماعه لسه يعني انا ايه يعني أنا الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الف حمد وشكر. انا اتحسنت جدا بس يعني زي ما تقولوا باخد جرعه علاج، فالعلاج مخليني مش مركزه نهائي يعني. عايزه اقول لكم بصوا التركيز عندي واقل مجهود بيتعبني. انا الصراحه كنت عايزه اعمل الغدا وكان اديلي كتير ما صورتش ولا نزلت معاكم فيديو، وكنت عايزه اعمل الغدا واصوره يعني معاكم بس هتشوفوا اللي حصل. انا عملت الاكل وصورت جزء منه. انا نسيت ان انا يعني اغرف الاكل وارص الترابيزه ولا السفره. انا نسيت خالص يا جماعه والله. انا هنا كنت بعمل كوسه وعملت حطيت مكعبين زبده وشويه زيت وحطيت كمان وفرمت بصلتين كبار وطشيت الطماطم. على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا كمان يعني ضربت درج طماطم تاني يعني حطيت درجين بس خدت منهم كده كوبايه للفراخ خليتها على جنب. دي فرخه ادي وركين وصدرين فرخه بسم الله ما شاء الله كانت كبيره. انا برضو فرمه بصل حطيت 7 بهارات حطيت فلفل اسود وحطيت بابريكا. عايزه اقول لكم ايه التتبيله ديتي حلوه جدا والله يا جماعه اعتمدوها. حطيت كمان معلقتين ملح مبهر يعني في كل حاجه. وده يعني حاولت ان انا ادعك البصل كده اهو واقلبه مع التوابل. حطيت كده اهو في الصينيه في الارضيه بتاعت الصينيه شويه بصل من اللي احنا عملناهم ورصيت الفرخه. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه،
انا والله انا الفراخ مش بضيف لها اي ماده دهنيه، يعني هي كده. وبصوا انا بشيل الجلد منها، يعني انا الفرخه دي غسلاها ومنضفاها وشايله الجلد منها زي ما انتوا شايفين. انا حطيت الفرخه اهي، بصوا ادي الطماطم اللي انا كنت قلت لكم خدت جزء كوبايه كده اهو من الطماطم اللي كنت عاملاها للكوسه اهو. بصوا وحطيت شويه ميه لحد ما تغطي كده الفراخ شويه. بصوا انا بحب خالص الفلفل الاخضر، النكهه بتاعته بتبقى يعني حلوه جدا. بحب احطه في اي حاجه، بالذات في التتبيلات يا جماعه بتفرق جدا. بس كده قطعتها بالسكينه كده لان هو كان في الفريزر. ادي الصلصه التسبيكه، الصلصه السبكت تجليه يعني بتاعتنا. حطيت بابريكا. بابريكا دي انا بحبها جدا في الاكل. حطيت كمان معلقه كبيره من الملح المبخر، طبعا ده حسب الرغبه. وحطيت فلفل اسود. علبه الطحينه دي صغيره، المعلقه ما بتدخلش يعني في العلبه، فبضطر ان انا احط شويه كده في الغطا اهو. بصوا انا سبكت التجليه وحطيت الملح والبابريكا والفلفل الاسود والحاجات ديتي. انا كنت مجشره الكوسه ومقطعاها، كانت الكوسه صابحه، كانت حلوه جدا ما شاء الله عليها. انا كنت جابليها بكام يوم كده اهو، كنت سالجه لحمه، حطيت برضو شويه وبشيل يعني. بصوا انا ما بحبش احط الاكل احطه بنسبه 100% مرقه او شوربه او شوربه.